أهلا بيك يا جميلة. النهاردة أنا جاي أكلمك عن حاجة يمكن تكون سبب إنك واقفة مكانك، مش عارفة تتقدمي خطوة واحدة لقدام، رغم إنك جواكي طاقة حقيقية للتغيير، بس مش عارفة تخرجيها. قبل ما نبدأ، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول ما تنزل. ولو الكلام لمس قلبك، شاركيه مع حد محتاج يسمعه. عارفة أول ما تسمعي الفيديو هتقولي لا خلاص أنا مش هأجل تاني، من بكرة هبدأ. بس يجي بكرة وتنسي أصلا إنك كنت مقررة حاجة. تأجلي مشروع نفسك تعمليه، تأجلي خطوة كنت ناوية تاخديها، حتى حاجة بسيطة كنت عايزة تشتريها لنفسك تأجليها، وتقولي لما أخلص اللي ورايا، لما يفضل وقت. ويجي الوقت واللي وراكي ما بيخلصش. حد يكلمك في التليفون أو حاجة تلهيكي ويمشي اليوم زي اللي قبله، وبعدها يجي بكرة وبعده ومفيش أي حاجة اتغيرت. نفس الدوامة، نفس التعب، مع إنك جواكي نار صغيرة بتقول أنا عايز أتغير. بس الحقيقة يا جميلة، التغيير مش بيجي لوحده. التغيير إحنا اللي بنخلقه. خلاص، الوقت جه. غيري من نفسك. لو أنت عصبية، بطلي العصبية. لو كسولة، قومي واتحركي. لو بتأجلي، خلي النهاردة أول يوم تبطلي فيه التأجيل. خليكي ست شاطرة، محدش يكسرك، قوية، والدنيا مهما تهزك ما تكسركيش. خلي جواكي يقين إنك تقدري، إنك ممكن تبدأي من أول وجديد. وهنا أنا عايز أشكر كل واحدة لسه بتسمعني دلوقتي. عارفة ليه؟ لأن اللي قررت تكمل الفيديو للنهاية هي اللي فعلا عايزة تتغير، هي اللي عندها استعداد تواجه نفسها وتبدأ. إنما اللي تسمع دقيقة وتمشي، دي لسه بتأجل ولسه مش جاهزة تاخد أول خطوة. لكن انتي وجودك هنا دليل إنك مختلفة، وإنك قررتي تبقي النسخة الأفضل من نفسك. أنا واثق فيكي، واثق إن بكرة هتكوني أحسن، مش عشان الظروف هتتغير، لكن عشان انتي هتتغيري، ولأنك إنسانة كويسة وجميلة وجدعة مع نفسك ومع الدنيا. خدي نفس عميق وقولي لنفسك دلوقتي: النهاردة أنا قررت أبدأ فعلا. ولو لسه بتسمعيني دلوقتي، يبقى عندك قوة إنك تكلمي نفسك بصدق وتقولي: كفاية تأجيل، أنا أستحق أعيش بجد. ما تنسيش تشتركي في القناة وتكتبي في التعليقات إيه أول حاجة هتوقفي تأجليها بعد الفيديو ده. يمكن كلامك يكون سبب إن غيرك يبدأ كمان. دمتم في خير وفي قوة وفي عزم وإرادة، وأنا بعزكم وبحبكم في الله.